مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، حفظكم الله وسدد خطاكم. بعد تقديمي لفروض الطاعة والولاء مشروعة بأسمى عبارات الولاء والإخلاص الرائعين والدعوات الصالحات لحضرة مولانا وسيدنا جلالة الملك محمد السادس، نصرك الله وحفظك بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينك بولي عهدك المولى الحسن. وجد الله أجرك بشقيقي مولاي الرشيد وسائر أفراد أسرتك الملكية الشريفة. أنا دنيا بطمة رعية من رعاياك الأوفياء، أن تتفضل وتشملني بعفوك، وأن ترحمني وترحم بناتي وترفع عني هذا البلاء. أنا عبد العزيز بالحق عيد حقرة وبناتي عياو بغى نربيهم بسلام. عيد من الناس تعداو عليا وتعدوا لي على اختي وتعدوا لي على سميتي وتعدوا لي على صوتي وتعدوا لي على كل شيء. هاد الناس الضاربين انا ما كنطلب والو، كنطلب عفوك سيدنا وكنطلب حقي لا اكثر ولا اقل. وبكائي مش ضعف، وانتم يا اصحاب المؤامره على درايه بهذا الموضوع. انا اقوى ما تتخيلون، ولكن ويلكم من رب العالمين. فين غتهربوا من الله سبحانه وتعالى؟ انا ضميري مرتاح لانه ما داير والو، اختي ضميرها مرتاح مسكينه، الله يجعلها لها مغفرة الذنوب لا اكثر ولا اقل. ولكن ويلكم من رب العالمين، فين غتمشيو من رب العالمين وعندكم العزيزة فيكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا أصحاب المؤامرة من كبيركم حتى صغيركم. وشكرا جزيلا لكل المغاربة، كنحماق عليكم. شكرا لكم خوتي لأنكم وقفتوا معايا، عمري نسى وقفتكم. وشكرا جزيلا للقضاء المغربي النزيه اللي برأني أنا واختي ابتدائيا واستئنافيا من هذا الحساب المشؤوم اللي صحابو هما واقيلا اللي دايرين الشكايه، هما صحابو قادينو وصايبينو بغاو يتعداو على الناس. وهذا المحضر اللي كيكذبوا كيقولوا ما درناش شكايه فلانه وفلانه، دنيا بطمه واختها، ها هو المحضر هذه الفرقه الوطنيه ما داروش شكايه بالحساب، بدنيا باطمه واختها اللي دخلني في هاد الزوبعه ودخلنا في هاد المؤامره. الله ياخذ فيه الحق. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. واخيرا شكرا لصاحب الجلاله انه متعنا كمواطنين مغاربه كلنا سواسيه بالعفو الملكي. والله يحفظه ويحفظ بلادنا ويحفظ صحراءنا المغربيه. وكنحماق عليكم كاملين وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف.